السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بفيديو جديد. هنتكلم كده عن زيت الشعر اللي هو السيفن اويلز من امامي. الزيت ده الفتره اللي فاتت اشتهر جدا جدا جدا، وكلنا استخدمناه وكان بيعجبنا جدا. وهو طبعا معروف ان هو عباره عن 7 زيوت مع بعض في زيت واحد. وهم طبعا زيت الارجان وزيت اللوز وزيت الزيتون وزيت الجوجوبا، وزيت الأملة وزيت جوز الهند، وزيت طبعًا عين الجمل، هُم مرسومين هنا اهم كمان. فالزيت دوّة إحنا عارفين طبعًا إن هو كان مفعوله رهيب جدًا وكلنا بنستخدمه. أنا النهارده بقى هاقول لِك على بديل ليه، يكون بتِلت سعره أو أقل كمان، ربع سعره في أماكن تانية، ويدّيكِ نفس الإفكت بالضبط، والفلوس الباقية دي توفّريها أنتِ تستخدمي تجيبي بيها حاجات تانية تستخدميها. طبعًا أنا عايزة أقول لكم الإزازة اللي هي ال200 مِللي ديّة أنا جايباها وخلّصتها، وكان في قبل منها واحدة تانية أختها برضه كنت مخلّصاها. فحبيت إن أنا يعني أشوف الأول كده، يعني لو في بديل، لو في حاجة ممكن نستخدمها أرخص. وأنا الفترة دي يا بنات باركّز على الموضوع ده أوي، إن أنا لو في حاجة باجيبها غالية أحاول أشوف بديل تاني ليها يكون أرخص وسعره أحسن، وفي نفس الوقت يدّيني نفس الإفكت أو على الأقل إفكت قريب ليه بنسبة 80%. فحبيت إن أنا سمعت كده كلام عن زيت تاني وصاحبة أختي قالت لها عليه، فقُلت أجرّبه ولو حلو أعمل لكم الفيديو ده. فبإذن الله الفيديو ده هاقول لكم فيه على الزيت دوّة واستخداماته وطريقته عاملة إزاي ومكوناته، وهو فعلًا زي الزيت ال7 oils ده والّا أي كلام. هنقول كل الكلام ده في الفيديو، بس يا ريت كده تبدأوا بس أو لو الفيديو عجبكم مش لازم تعدّوا لي لايك دلوقتي، لو الفيديو عجبكم تدوسوا بس على زر اللايك عشان الفيديو يوصل لبنات أكتر وأكتر. ولو أنتِ لسه مش مشتركة عندي في الchannel تعملي subscribe للقناة وتفعّلي الجرس عشان بس يوصل لِك أي فيديو جديد أنا بانزّله. تمام. الزيت ده الإزازة اللي هي ال200 مِللي دي أنا كنت جايباها ب100 جنيه، وفي أماكن تانية هتلاقيها أغلى كمان. طبعًا أنا مخلّصاه وهو من النوع الزيوت اللي بيدّي رطوبة ونعومة وبيقلل الهيشان وبيعمل نتيجة حلوة أوي، أوي للشعر. فحبيت أجرّب زيت تاني وأشوف كده هو نفس الeffect والّا لأ. فالزيت اللي أنا جرّبته برضه اسمه 7 oils، ولكن هو من فيونسي. الزيت ده من فيونسي، مش عارفة إذا كنتم تعرفوه حد جرّبه قبل كده والّا لأ. بس هي واحدة قالت لي عليه يعني، فحبيت إن أنا أجرّبه ونشوفه كده مع بعضينا. بُصّوا بقى يا بنات، الإزازة دي أنا جايباها لسه يا دوبك من حوالي ممكن تقولي كده أسبوعين أو حاجة. هو برضه مكتوب عليه لو لاحظتِ هنا مكتوب إن هو 7 oil، مكتوب إن هو واحد فيه 7، سوري 7 في 1 يعني 7 in 1. زيت شعر مغذي، إن هو فيه برضه 7 زيوت زيه زي الزيت اللي هو أمامي دوّة. لو ركزتِ هتلاقي هنا برضه مرسوم نفس أنواع الزيوت اللي في زيت إمامي، زيت برضه الصبار وزيت الزيتون وزيت اللوز وزيت التوم، يعني فيه 7 زيوت زي ما هُم بيقولوا. طيب فرق السعر بقى كام؟ الزيت التاني إمامي اللي أنا قُلت لكم باستخدمه دوّة، قُلت لكم إن هو بحوالي 100 جنيه أو يمكن أكتر. الإزازة دي أنا جايباها ب27 جنيه ونُص. جايباها منين؟ جايباها من 50 واو، اللي أنا كنت كلمتكم عنه في فيديو قبل كده. طيب هل هو مش موجود غير في 50 واو؟ لأ، موجود في كل حتة. هتروحي لأي حد بتاع مستحضرات تجميل أو منظفات أو منتجات الشعر يعني، هتقولي له عايزة زيت فيونسيه اللي هو 7 في 1. تمام؟ هو 180 مِللي، يعني تقريبًا أقل من الإزازة التانية ب20 مِللي، حاجة بسيطة. يعتبر نفس الكمية يعني. بس بقى عايزة أقول لكم إن أنا أمّا استخدمته، مش عايزة أقول لكم إن هو قد إيه فاجئني جدًا، جدًا يا بنات. يعني حرفيًا ما كنتش متوقعة أبدًا، أبدًا إن هو هيبقى حلو كده للشعر. أولًا بيرطّب الشعر كويس جدًا، بيدّي له نعومة، بيدّي له لمعة حلوة أوي. بيتقّله مع الوقت. هو أنا طبعًا ما لحقتش أتأكد من موضوع بيتقّله دوّة، بس عايزة أقول لكم إن أنا رغم إني استخدمته فترة صغيرة، حسّيت إن شعري يعني عارفين متغذّي كده. حسّيت إن هو متغذّي وفيه حسّيت إن هو متغذّي وفيه زي ما يكون مترطّب وتقيل كده ويعني مش هايش وخفيف، لأ حسّيت إن هو تقيل. ما حسّيتش باختلاف أوي، يعني هو عايزة أقول لكم زيه زي زيت 7 oils بالضبط. برغم إن السعر قليل جدًا. مش عارفة هل المكونات برضه أكيد طبعًا هيبقى فيها اختلاف، بس كeffect وكنتيجة لأ،
حسيت إن هو كويس جدًا وحرام إن أنا أدفع 100 جنيه ما دام قدامي أدفع 30 جنيه أو أقل. حبيت المعلومة دي يعني ما ابخلش عليكم بيها وأقول لكم عليها على طول، ويا ريت لو جربتوه قبل كده تقولوا لي في الكومنتات لو حد كان جربه قبل كده، لو تعرفي حد قال لِك عليه. لو لسه أول مرة تشوفيه خالص وتسمعي عنه قولي لي برضه في الكومنتات، باحب أشوف الكومنتات بتاعتكم بتبسطني جدًا. ويا ريت بقى نجربه كده، لو حاولي تجربيه وتشتريه، وطبعًا على حسب يا جماعة زي ما إحنا عارفين مش كل شعر زي التاني، يعني مش شرط اللي ينفع معايا ينفع معاكِ. لو أنتِ كان كويس معاكِ ال7 oil ده هيبقى برضه كويس معاكِ إن شاء الله. هو بيرطب الشعر وينعمه ويمنع الهيشان وكويس جدًا، غير بقى إن رغم كل ده ريحته أحلى كمان من ال7 oils. يعني ال7 oils أصلًا كانت ريحته حلوة، ده بقى ريحته أحلى كمان، بيبقى ريحته عاملة زي التوفي كده. ف طيب يا بنات نيجي بقى لطريقة الاستخدام، هاستخدمه ازاي؟ تستخدميه زي ما بتفضلي بالظبط، تستخدمي زيت الشعر بتاعك وزي ما كنتي بتستخدمي زيت ال7 oils. يعني مثلا انا بحب استخدمه ان انا ادهنه على شعري كده وهو مندي وانا لسه غسلاه. ولو شعري في ايام خلاص يعني بعد الحموم بيومين مثلا او حاجه وحاسه ان هو ناشف شويه برضو بستخدمه عادي جدا، بيديني لمعه حلوه قوي. يعني تقدري تستخدميه بعد الحمام لمّا يكون شعرِك مندي كده، بيدّيكِ effect كويس جدًا، وممكن برضه تستخدميه كحمام زيت، يعني تدفّيه شوية كده وتدلّكي فروة راسِك وتغذّي الأطراف كويس أوي بالزيت، وتحطّي البرو كاب أو تحطّي كيس بلاستيك عادي جدًا من بتاع الخضار دوّة على شعرِك، وتسيبيه حوالي من ساعة ونُص لساعتين، بحيث إن هو يعني شعرِك يسخن كده ويستفيد منه. أو لو بالبرو كاب هتسيبيه ربع ساعة بس بعد ما تشيلي الفيشة. ممكن تستخدميه كحمام زيت مرة كل أسبوع، مرة كل أسبوعين على حسب شعرِك، وممكن تستخدميه بعد الحموم على طول. الطريقتين دول هو كويس جدًا فيهم وهيديكِ effect كويس إن شاء الله. بس كده دي كل حاجة عن الزيت، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا، ما تنسوش بقى تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات واستخدمتوه قبل كده والّا لأ، وتعملوا لايك للفيديو، وأشوفكم بإذن الله على خير، مع السلامة.